طلع علينا شوية إعلاميين مرتزقة يقول لك إن الأهلي بوجوده في كأس العالم ومباراة الافتتاح أكبر خسارة للبطولة ومفيش تذاكر والتذاكر ما بتباعتش ومفيش حضور وكلام غريب من ده. أحب أقول لكم يا شوية مرتزقة، يا شوية إعلاميين تافهين، إن كان في ماتش نهائي كأس مصر بيتلعب بين بيراميدز والزمالك، واتحاد الكورة عرض الماتش دوت على دولتين. الامارات طبعا رفضت لان في لعيبه ممنوعه تدخل الامارات عشان كانوا محبوسين ومسجونين. والدوله التانية السعوديه رفضت عشان عارفه ان مش هيبقى في حضور جماهيري اصلا وتذاكر مش هتتباع خالص، عشان فرقتين ما عندهمش جماهير. لكن الاهلي اول ما اسمه بيتحط في اي بطوله، اي دوله يشرفها ان الاهلي يبقى موجود، واي دوله يشرفها ان هي تستقبل اي ماتش للاهلي. يا ريت، يا ريت الاعلاميين اللي ما بيفهموش ما يتكلموش.